عليكم، مرحبا بكم معايا، مرحبا بكم في القناه ديالكم قناه حلويات الضريع. عواشركم مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه يا رب ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو، عندي واحد كوموند عراضه ديال الدجاج والصفه. نبداو دابا بالدجاج، نمشيو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. يلا معايا تشوفوا الطريقه ديالي ديال الدجاج مدغمر على حقه وطريقه. لهاد الوصفه ديال اليوم اللي هي 10 ديال الدجاجات مدغمرين، كما كتشوفوا عندي هنايا 10 ديال الدجاجات غسلتهم بالحامض والملحه مزيان وقطرناهم. دابا غنحيدهم بالجيب. كلشي تبارك الله كيعرف يغسل الدجاج. درناهم شويه ديال الحامض وسكينجبير، واللي غادي نحتاجو معاه عندنا هنا الكبده ديال 10 ديال الدجاجات. هذه غادي نسلقها مع شويه ديال الحامض والملحه والماء، نسلقوها واحد المده ديال هكاك 5 دقائق ولا 10 دقائق، ونحيدوها بجي حتى نردوها في الاخر مع البصله. عندنا هنايا القوانص ديال الدجاجه التنميت، قطعتهم هكا على هذا الشكل صغار. هادو غنديرهم مع البصله في الاول، ملي نحيدو الدجاج غنديرو مع البصله. دابا تشوفوا معنا كيفاش غنديروهم. وهنا عندي هنايا 3 ديال حبات ديال الثومه، ديال الكركوبات هذوك ديال الثومه كبار، حكيتهم في حكاكه غليظه. وهنا عندي 2 حامضات مسيرين، حيدت لهم داك الوسطاني. غادي نطحنهم مع كاس تقريبا نص كاس ديال الحامض، الليمون الحامض. هادو غنطحنهم ب3 في الروبو باش نشرمل بهم الدجاج. نخليهم هنا حتى نطحنهم ونشوفوهم، نشوفوا باقي المقادير. العطريه عندنا هنا 4 المعالق كبار ديال سكينجبير اليابس اللي كنستعملوه في الطياب، 2 معالق كبار ديال الكركم. عندي 2 باكيات ديال الزعفران ملون، هذا ضروري في الدجاج، ولا ضمه ديال الزعفران. 2 معالق كبار ديال الملحه، لحقاش دايره الحامض ما نكثرش حتى نشوف. ومعلقه كبيره ديال الفلفل الاسود اللي بزار ما نكثروش. وللتزيين وحتى الهريسه غنستعملها في الشرميله. دابا تشوفوا الهريسه الحمراء، هاد الهريسه الخضراء والزيتون هادو للتزيين. والزيت عندي كاس عامر ديال زيت المائده، وكاس ما عامرش شويه زيت الزيتون، الزيت البلديه. هادو حتى هما مع العطريه لنصيب ان شاء الله. الحامض ديالنا غادي ناخذ نص ديال الحامضه نوريها لكم دابا، والسمن البلدي. هاد السمن البلدي غنضيفو مع البصله عندي هنا 5 كيلو ديال البصله مشلضه رقيقه. انا درتها في الروبو. علاش درت 5 كيلو؟ لان كل 2 دجاجات كنديروا لها كيلو ديال البصله. هذه قاعده في الدجاج مدغمر، الا بغينا الدغميره تجينا كثيره. دابا نوري لكم كيفاش كنزينوا هاد الليمون المرقد. كناخذوا دابا هنا عندي 5 ديال الليمونات، 5 ديال الحامضات. كناخذ شويه ديال الهريسه على هذا الشكل، قطعتهم هكا دراج، كل اللي حامضه قطعت على 4 ديال الدراج. كناخذ شويه ديال الهريسه هكا الخضراء باش كنعطيو المنظر. في نفس الوقت هما عارفين الدجاج كيبغي يدوز مع الهريسه والحامض، اغلبيه الناس كيعجبهم. كل واحد كيفاش يزين. المهم انا درت لكم هذا التزيين اللي ساهل بسيط. نزيدو هنا نخلفو هكا بالهريسه الحمراء بحال هذا الشكل هكا. نخلو هاد الفراغات نديرو فيهم هاد الزيتون هذا كما كتشوفوا هنا. نجيب هاد الزيتون نديرو وحده هنا في الوسط. هذا الليمون المرقد هذا غنزينو به الدجاج من الفوق. ملي نحمروه نجو نقدموه في الدغيصاج كنزينو به. كنزيدو هاد الزيتون هكا كيجي على هاد الشكل كما كتشوفوا هنا. هذه اللي كنت صايبت هادو كنحطو كل وحده ولا 2 فوق الدجاجه، نخليوه بجي حتى نرد الدجاج ديالي يطيب، وعاد نجلس نكملو. نجيب انا فين غادا نشرمل، نطحن بعدا هاد الحامض، نطحن الحامض والثومه والعصير ديال الثومه والليمون المرقد، ونرجع باش تشوفوا التشرميل ديال الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راني طحنت هنايا الثومه وداك الليمون المسير مع داك العصير الحامض. شنو غنزيدو دابا؟ نزيدو العطريه بسم الله.
عندي هنا 4 المعالق كما قلت لكم كبار ديال السكينجبير، 2 معالق كبار ديال الخرقوم. انا غندير ونشوف 2 باكيات ديال الزعفران ملون صناعي، هذا ملون صناعي ماشي زعفران الحر، بطبيعة الحال اللي عنده يستعملوه، ولكن هذا ولا الدامر هادو ضروريين. عندي 2 معالق كبار ديال الملحه ومعلقه ديال الفلفل الاسود الابزار. خلط دابا هادشي كله، والزيت نديرها في الاخر في الطاوه، حتى السمنه نديرو في الاخر. في التشرميله ما نديرش كاع الدهنيات، نديرو واحد جهد معلقه كبيره ديال الهريسه. ما تخافوش راه ما تحررش، تعطي البنه وما تحررش. حيدو هاد البصله وهاد القوامص حتى هما هادوك حتيطه الدجاج عاد كنهزوه ونضيفوهم. ناخذ الدجاج ديالنا نخلطو هادشي بسم الله، نزيد فيه شويه ديال الماء باش نلقاو السوائل باش نوقدو الدجاج كامل، باش ندوزو فيه الدجاج كامل. وكاس كبير وراه كان نص كاس ديال الحامض. هادو يلاه باش نلقاو فيه نشربو داك الدجاج ديالنا بسم الله. نديرو هنايا ديال الفخار، نديرو شويه باش كتجي نشربو الدجاج هكا كما يلزم. نمدو كامل الدجاجه ديالنا بهذا القوام ونكتفوه. هاد الدجاج من الاحسن كون كان ترقدوه تبيتوه ليله كامله ولا من الصباح لليل. انا دابا غادا نبيتو حتى الغدا ان شاء الله وعاد نطيبو. نجيب الطاوه باش نوريكم كيفاش نديرو نوقفوه في الطاوه. ناخدو الطاوه ديالنا ندير فيها نص كميه ديال الزيت بسم الله. انا درت نص ديال الزيت غير باش ما يلصقش لينا، والنص ديال زيت الزيتون حتى هو نديروهم في القاع، والنص الباقي نزيدو مع البصل. هادو غير باش نطيبو فيها الدجاج بسم الله. والدجاجه غنوقفو الدجاج ديالنا هكا على هذا الشكل اللي كيكون عندنا الدجاج كثير باش ما تاخذناش مساحه في الطاوه، وباش الدجاج ياخذ الطياب مزيان. انا نقرب لكم باش تبان ان شاء الله تكون هكا كتبان لكم. شفتوا كيفاش كنوقفوا الدجاجه؟ انا نشرمل معكم الثانيه ونوري لكم كيفاش بسم الله. انا كيف تشوفوا كندير الداخل ديالها كندير شويه ديال الفخار ونشرمل الدجاجه كامله. انا الدجاج تقريبا راني درت معكم 2 وصفات ولكن في الفرن. دابا ملي جاتني هاد العراضه هادي قلت نقاسم معكم الطريقه ديال الدجاج مدغمر، الطريقه التقليديه ما كندير فيها لا مروزيه ولا قزبر ومعدنوس. قزبر ومعدنوس حنا كنديروه في اللحم ما كنديروش في الدجاج. الدجاج هذه هي الطريقه ديالو الاصليه ديال الدجاج المدغمر الفارسي. هانتوما كما تشوفوا كنوقف الدجاج هكا على هذا الشكل. انا نحز هكا كنوقفوا الدجاجات في الطنجره. ان شاء الله يكون كيبان لكم هكا كنوقفوهم. انا نكمل معكم واحد الجوج صافي. دابا نديرو لا ما لا حتى شي حاجه، غادا تطيب غير عطيب الدجاج غير في هذا الماء اللي درناه هو غير القلمه ديالو. نحاولوا نقلبوه غير في هذا الا درنا الماء غادي يكسال. ومن بعد ملي يطيب الدجاج ديالنا غادا نشوفوا كيفاش تشوفوا معايا كيفاش نحيدو. غادا نهزو نحيدو باش ندخلو يتحمر. ما عرفت دابا واش ربما نحمرو غير في الفران ما نديروش في الزيت. ونزيدو البصله للمرق ديالنا، نزيدو البصله والكانصات وهذوك الكبدات غنسلقوهم بوحدهم حتى تقرب توقف الدغميره ديالنا، عاد كنضيفوهم للدغميره. دابا انا غادا نغطيه ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى الصباح وعاد نطيب. كما قلت لكم انا بغيت نبيتو. هنا بعد ما الدجاج ديالنا شرب مزيان بيتو ليله كامله. دابا الصباح انا رديته فوق النار، رديته على الفرن داك 3 بي كما كتشوفوا الطاوه كبيره ما يمكنش. غنخليه ملي تبدا تطلع فيه الغليه نبدا نقلبو باش ياخذ الطياب من كل جهه.
وشرب داك اللون ديال الزعفران. وملي تبدا طيب لنا، حيت كما قلت لكم البارح راه عندي شي كبير وشي صغير، داك الصغير ملي غادي يطيب نزولو، نخلي الكبير يطيب على خاطرو. ملي نحيدوه نضيف له البصله لداك المرق ودوك الكوانص تا يتشحروا ويدخلوا مطياب، نضيف الكبده ونخليهم يتشحروا ديك الساعه وتشوفوا معايا المراحل ان شاء الله. ها هو الدجاج ديالنا بدا كيطيب كما كتشوفوا. هذوك اللي هنايا في الصينيه راني حيدتهم، حيدت هذوك 3 راهم طابوا، والباقي راه باقي في الطنجره قلبته على الجهه الاخرى. ملي يطيب نحيدو كله ان شاء الله الرحمن الرحيم، ندهنو بالزبده ندخلوه للفران. وهذيك المرق اللي بقى لنا في الطنجره غنزيد فيه البصله كما غادي تشوفوا ان شاء الله. انا دابا زولت الدجاج اللي عندنا، بقات غير واحد الوحده ماشي مشكل، وحده شكيت فيها مازال شي شويه. انا غنضيف هذوك الكوانص اللي كنت قطعتهم كما شفتوا قطع صغيره، ونزيد نضيف البصله. دابا البصله غادا تاخذ طياب، نغطي عليها حتى طيب مزيان تنزل، ومن بعد نعرض الطنجره ونخليها تبدا تقلى. هنا كما قلت لكم عندي 5 كيلو ديال البصله، لان كل جوج دجاجات كنديروا فيها كيلو ديال البصله. خلطوها طيب. انا كما شفتوني البارح ما درتش، ملي شرملت الدجاج درت فيه غير كاس د الماء، هذاك الماء كله طلقوا الدجاج، ما كنديروش الماء. ودابا البصله حتى هي غتزيد تطلق الماء، وغندير نص من داك السمن والنص الاخر نخليه حتى نديرو الكبود. حتى طيب البصله ونجي نديرو دوك الكبدات اللي سلقنا، نزيد النص الاخر ديال السمن باش تبقى البله ديالها. نغطي دابا الطنجره طيب على خاطرها، ونرجعوا باش نشحروها تقلى. ها هو الدجاج ديالنا بعد ما تحمر. انا ما تقليتوش في الزيت، حمرته يلا في الفران كيجي على هذا الشكل. درته شي على شي باش يبقى سخون. وهذه الدغميره طاوه كبيره ما قدرتش نهزها نوريها لكم. ها هي كيفاش كتجي. كاين اللي كيبغي يخليها تزيد تحمر اكثر، هي المهم باش تعرفوا البصله ديالكم تشحرات والدغميره وقفات. ملي كتعزل الزيت على البصله بحال اللي كتشوفوا هنايا هكا صافي عرفوا بان الدغميره ديالكم. انا ملي بدات البصله طير زدت ليها دوك الكبود اللي كنت سلقتهم، وها هي كيفاش كتجي على هذا الشكل. خليناها كتشحر وكنحركوا فيها حتى وقفات لينا. وهادو ديك الحامض اللي كنت صايبت معاكم، ها هو. انا علاش وريت لكم دابا الشكل النهائي؟ لحقاش هذا الدجاج ما غاديش ندريسيه هنا في الدار، غادي يمشي لدار اخرى. كنحطو هكا ملي كنديروا الدغميره كنحطو على هذا الشكل، نص حامضه ولا جوج فوق الدجاجه كتجي كتعطي الشكل. وكنديروا الدغميره ديالنا ونديروا طبسيل ديال هذا الزيتون. هذا الزيتون الاحمر هو اللي كيمشي مع الدجاج كما كتشوفوا دابا. ونتمنى هذا الفيديو يكون نفعكم ديال الدجاج مدغمر، والى فيديو اخر ان شاء الله.